ما دريتش باللي حصل يا أيوب. كاره ايه تاني؟ أم شيماء اللي في عمارة الحاج عدوي اللي في آخر الشارع بيقولوا إن بنتها اتطلقت من كام يوم. يا عيني خارجة وفي إيدها بنتين أمارات، والبنت حلوة ما تتعيبش يا أخويا. يا أخويا الرجالة ما بقتش تشوف ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أنت ما فيش فايدة فيكي أبدا؟ لا رمضان نافع معاكي ولا أي مناسبة تلم لسانك اللي عايز قطعه ده. يوه مالك يا أيوب مدخن شنبتك علينا كده ليه يا أخويا؟ ما كانوش كلمتين اتفكت بيهم عن نفسي يعني. كلمتين بتسمي النميم على خلق الله واغتيابهم كلمتين يا عتاد؟ يا شيخة الله، بدل ما تقومي تدعي ربنا يهدينا ويسترنا على عيون الناس، عمالة تتكلمي على ده وتتكلفي على ده. لا ده انت زودتها بقى. بقولك ايه؟ بقولك انت ايه؟ يمين على يمينك لو ما تلميتي وحطيتي لسانك جوه بوك وركزتي في حياتك وبيتك لاكون مطلقك ومخليكي تقربي نفس الاحساس والناس تنعش في سيرتك وعرضك. وقدرت تقول يا ايوب انا مش لاقي حاجه اعملها وبسأل صيامي. ما تزعلش مني يا اخويا انا غلطانه. يا وداد هو في حاجه اسمها صل صيامي بالنميمه والغيبه؟ صيام يعني تملكي عن كل حرام واولهم لسانك يا حبيبتي. على العموم طالما عرفت غلطك هعديها لك المره دي.